بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أجمعين. نزول خاوتي، بونسوار تو الموند، ويلكم everybody. إن شاء الله تكونوا كل بخير في كل مكان حيثما وجدتم. ربي إن شاء الله يرفع لنا هذا البلوى وينصر الحراك على أعدائه، ويلم شملنا ويلم فرقتنا، ويجمعنا على كلمة واحدة: بناء الجزائر ومدنية مش عسكرية. Juste après l'indépendance, si on peut appeler ça une indépendance خاوتي, il y avait une réelle diplomatie في الجزائر. كانت عندنا دبلوماسية نقدر نقول قوية. لماذا؟ لأن الدبلوماسية عادة ما تستمد شرعيتها من أثر الشعوب في تاريخ الإنسانية. دونك لا الدبلوماسية تاعنا ليه كانت قوية وليه كانوا الناس يحترموا لي دبلومات الجيريان؟ باسكو يافي لا ريفولوسيون الجيريان، الثورة الجزائرية اللي خرجت فرنسا وأعطتها درس في أن الحرية تؤخذ ولا تعطى، وأعطتها درس في أن القضية مش قضية قوة لكن قضية إيمان بالقضية. جعلت من الدول تاع العالم يسمعوا للجزائر. Et c'est vrai que l'Algérie a eu des positions honorables lorsqu'il s'agit de عندما يتعلق الأمر بالحركات التحررية، بالحركات التي تدافع عن الاستقلال وعن الحرية وتناضل من أجل أن كل شعب عنده الحرية في تحقيق مصيره بنفسه، وتدافع كذلك عن أن إيديال. هذا الإيديال هو حرية الشعوب واستقلالها من التبعية الغربية، من الاستعمار en un mot. دونك لي ديبلومات الجيريان كي كانوا يتلاقاو مع لي ديبلومات étrangers كانوا يسمعوا لهم الناس. وعلاه؟ باسكو سي 7 ans de guerre, c'est une révolution qui a abouti. ومن بعد المواقف تاع الجزائر عاونت الافريك دو سود، عاونت الفيتنام، elle était de tous les fronts. القضية الفلسطينية etc. Donc l'Algérie était soutenue et écoutée. لكن عندما العسكر بداوا يتحكموا في زمام الأمور جذريا والناس فاقوا باللي القضية مش قضية شرعية تاريخية فقط، القضية قضية كذلك مبادئ، وأنك تبقى على هذه المبادئ. عندما تدافع على حرية الشعوب لازم شعبك يولي حر. عندما تدافع على استقلال الناس لازم الناس تاعك يكونوا مستقلين، ماشي دير لهم اوتوريزاسيون سورتي، ماشي تخرج لهم الطونك عندما يخرجوا للشارع ويطالبون بحقهم في الحياة وفي الحرية. دونك بشوية بشوية عندما وصلت الصورة إلى الناس، بكري يافي با ساتيليت، المعلومات توصل في عام ولا عامين إن وصلت، خاصة الدول الاشتراكية مسكرين عليها بالدبل سيس. لكن ذوكا خلاص تصرى اليوم تلحق اليوم. دوك ولاو يشوفوا باللي الشباب القبائلي يخرج يطالب بالحرية والديمقراطية تيراو عليه. الشباب الجزائري في العاصمة في أكتوبر خرجوا ينددون بسياسة غاشمة وحكومة مفلسة تيراو عليهم العسكر. ماتوا 500 jeunes. Et qui est-ce qui vient parler, qui vient justifier le meurtre et l'assassinat تاع القبائل وتاع les Algériens؟ عسكري جنرال. كيشوفوا باللي لي جينيرو حبسوا مسار انتخابي تاع حزب فاز بالانتخابات، حبسوا جدو. Les gens ils voient ça, ils disent que ah bon, c'est la casquette finalement, ce n'est pas la volonté du peuple. Ouais, ce n'est pas la volonté du peuple. Donc كانوا يفوفونا، وي كانوا يفوفوكم. دونك ما عندهم لي دبلوماسية يعني والو. ومن بعد عندما كانوا يشوفوا لو ريسبونسابل، لو ريبريزونطون، لو فيزاج تاع لا دبلوماسية الجيريان اللي كانوا يحترموه، لقاوه باللي سراق وسكرجي وتاع حوايج أستحي أن أقولها لكم.
ولا البريزيدون فرونسي جيسكار ديستان عليه رحمة ملته باسكو توفى الأسبوع الماضي. il a envoyé un télégramme لبومدين قال له المينيستر تاعك راهو في dans un hôtel privé avec des jeunes filles des jeunes garçons et on peut pas lui assurer sa sécurité. دونك المخابرات الجزائرية عندما جابت هذه البرقية لبومدين كان قاعد مع أصحابه كان هاز السيجار تاع الهافانا دزولو في ذلك كنسطرو كي قراه دنك صحابو قال لهم il faut bien que jeunesse se passe et se fasse. donc c'était son protégé. وعليه باسكو ام بوتفليقه كانوا يباتوا عندها المجاهدين في المغرب كانت تجيري في حمام مش ميم با تاعها وقالوا لنا بلي عندهم حمام نو سليتي جوست جيستيونير برك. قالت له قم لي ببني قام ببنها pour service rendu. دونك الدبلوماسية تاعنا بدأت بالتلاشي وبدأت بتوري وجهها القبيح. دونك أصبحت الجزائر لا تسمع في الأروقة الدبلوماسية. ما هو الدليل؟ الدليل هو أن الأمريكان عندما يروحوا يديروا عفسة في الشرق الأوسط يعيطوا لمصر، كي يديروا عفسه في الخليج يعيطوا للسعوديه باسكو على بالهم باللي السعوديه سي ان بيون امبورطون في الخليج ومصر سي ان بيون امبورطون. بصح كي يديروا عفسه في المغرب لو غران ماغرب ما يعطوش الجزائر. لا بروف سكي فيان سو باسي عيطوا للمغرب قالوا لهم ديروا لي زافيرات مع اسرائيل ديروا العلاقات احنا نستعرفوا باللي الصحراء تاعكم اوكي اسكو فخروا الجزائر نو صافي دير كوا صافي دير باللي الجزائر زيرو خاوتي دبلوماسيا. وسأزيدكم من الشعر بيتا بعد هذه المحطات. Le 11 décembre 1960 خرجوا دي الجزائريين الدينية لا يخافون من الموت بصدور عارية en face de الكابوس تاع القاوري تاع الفرنسي وقالوا له استقلال حرية مظاهرات سترايك. 2 ans plus tard il y a eu l'indépendance. اليوم خرج شاب جزائري في جيجل واسمه سعدان هذا اللي راكم تشوفوا فيه وحده وكاتب على صدره العاري مدنية مش عسكرية. في 11 ديسمبر 1960 فرنسا تيراو على لي زالجيريان وسجنوهم. في 11 ديسمبر 2020 ولاد فرنسا داو سعدان وخباوه اليوم. استقلال أقول لكم. الجزائريين كانوا يطلعوا فوق الظهر تاع الحمير أكرمكم الله في الغرقة باش يديروا للثوار الكسرة. الثوار الجزائريين عقب عليهم شهر وشهرين وأسابيع يأكلوا في التالمة حتى نجيهم كسرة قرصتها لكم حرة من أحرار الجزائر. يطلعوا في الغرقة يطلعوا في المطر يطلعوا في الثلج باش يوصلوا هذيك اللقمة للثوار الجزائريين اللي جابوا لنا الاستقلال. جلهم ماتوا رحمة الله عليهم جلهم 99%. دونك عندما تشوف الصورة هذه تاع الغرقة تقول الثوار تاعنا والثوار اللي داو لهم الكسرة باسكو ثوار وثائرة اللي قرصت لهم الكسرة كانوا يعيشوا في هذا البيئة الوعرة. ديفيسيل سي ديفيسيل داسكالادي اون مونطان في الغرقة والبوط بالنيل لكن ولادنا يروحوا يقراو يجوا يقراو في الغرقة. شعب يعيش في الغرقة. لا يمكنك أن تخرج شعب من الغرقة وشعبك في الغرقة. لا يمكنك أن تتحدث عن الحريات وعن الديمقراطية والكرطابل تاع بنتك مليان غرقة. لا يمكنك أن ترسل حافلات مدرسية للنيجر وللمالي وللصحراء ولادك ما عندهمش. صافي دير كوا صافي دير بلي ستان غرو مونسونج
كذبة كبرى. وهذا الحرة خاوتي كل جمعة تكتب لنا فكرة جديدة. لماذا؟ ذكرنا، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا كان عندنا لافوا في الحراك تاعنا، إذا كانت عندنا لافوا في محاولة بناء الجزائر الجديدة تاع الصح، لازم نقرأ واش راهي تكتب هذه كل جمعة. كل جمعة تخرج لنا بدرس، وكل جمعة تقول لنا إيه لي زالجيريان غيفيفو. لو 11 ديسمبر 1960 الشعب رفض مخطط الاستعمار وافتك الحرية تاعو. و11 ديسمبر 2020 نفس الشعب يرفض مخطط العصابة وسيفتك حريته لا محالة، لا محالة. لماذا؟ لأنها فكرة، والفكرة لا تموت ولا تسجن أبدا. رسالتي إلى الشعب الجزائري وإلى الشعب المغربي وإلى الشعب التونسي وإلى الشعب المصري وإلى الشعب السوداني وإلى الشعب السوري وإلى الشعب الإماراتي وإلى الشعب القطري وإلى الشعب الكويتي وإلى الشعب السعودي وإلى الشعوب البحرينية وكل الشعوب التي تعيش ويلات استعمار جديد، سيطرة وغطرسة من حكومات لا تحترم إرادة الشعب. علمونا وربونا باللي عندما أنفخك لازم تشبع. نفخوا لي زالجيريان، نفخونا وقالوا لنا باللي نتوما راكم تساندوا في فلسطين. اشبع، نشبعوا. يقولوا لنا باللي راكم نتوما مع القضية تاع الصحراء الغربية، نشبعوا. يقول لك باللي الجزائر أرض البطولات، لازم نشبعوا. ألوك احنا جعانين، جعانين خبز وجعانين ماء وجعانين حقيقة. أسقني حرية، أنا بتنفس حرية، أنا حاب ناكل حقيقة. ما تخمس ليش، ماشي تجي تسبعني أكاذيب كما شبعنا أكاذيب هذا المعتوه. أصبحت لدينا مؤسسات قوية، وسير هذه المؤسسات يسير وفق أصول المؤسسة، ومن ثم لا خوف على السير العادي للمؤسسات. وما تعلق بقانون المالية وما تعلق بحضور الرئيس، فنحن ننتظر في الأيام القليلة القادمة حضور سيد رئيس الجمهورية وممارسة مهامه بصورة عادية في إطار مؤسسات الجمهورية التي نؤمن في قوتها، التي نؤمن في استقرارها، والتي نشجع نحن كنواب استقرار هذه المؤسسات للدولة الجزائرية. النواب اللي عندهم النياب ويأكلوا اللحم تاع المواطن الجزائري اللي راهم يبزنسوا في الطوموبيلات وفي العقارات ويديو 40 مليون، الوغ الشعب الجزائري عنده 10 شهور ما دخلوا لجيبوا ولا سنتيم. يؤمنوا بالمؤسسات. لماذا؟ لأن لكل عصر سلاله، لكل عصر طحانه، لكل عصر كلبه الأشرس المجرب، لكل عصر منافقة. أللجزائر مؤسسات؟ قولوا لي بربكم، أللجزائر مؤسسات؟ سين تي في مش مؤسسة، لا سين تي اف مش مؤسسة، الشركات تبغوا الكبريت داوها لنا الإمارات. شنو المؤسسة عندنا؟ برلمان. والله تروح تسقسي أي مواطن تقول له شكون البرلماني تاعك، والله لا يعرفه 99%. شنو المؤسسات؟ البرلمان شنو؟ المجلس الدستوري شيخ ورا شيخ مسطول يضرب في الحبة الزرقاء ويجي لنا يقول لنا سمارية زرقاء. أي مؤسسات؟ وعودة الرئيس رانا استناو كما كان يقول لنا سلال، يجي ويوقف ويهضر معاكم. ما جا، ما وقف، وإحنا قاعدين على لاجونت إلى يومنا هذا. دونك
سي دي مونسونج بيربيتويل اللي رانا نقوبيو فيهم. مصر ام الدنيا، واللي داخل مصر منك الوف دخلتوا مصر. اوتور دو كير كاين مقابر عايشين فيها الناس، مش فقراء، دي زانجينيور عايشين في المقابر، حكيت معاهم. زبالة اوتور دو كير. اخمج عاصمة شفتها في حياتي، اخمج من العاصمة الجزائرية، شامبيون دي موند. كيفاش تكون ام الدنيا وهي خامجة؟ بيبو اكاذيب. دونك حنا كبرونا باللي الجزائر راهي تساند في فلسطين. دونك هل عندما الجزائر لا تساند فلسطين، فلسطين سوف تسقط؟ لا، باسكو فلسطين هي ساقطة، فلسطين هي بين كفي عفريت. دونك كيفاش ساندتوها؟ ساندناها بالاموال. وي كنت مديكم لهذه. الجزائر تمد 40 مليون كل عام اورو، 40 مليون دولار للقضيه الفلسطينيه، وتمد كذلك 5 مليون دولار للجامعه العربيه. شكون اللي اداهم؟ محمود عباس. انا اللي نقولها نو، باناما بيبرز. صوارد الجزائريين، صوارتكم داهم محمود عباس وولاده. عنده هو كذلك علي حداد، وعندهم العقارات والباطمات والزوات نعم. دونك هذه الأموال لا، هل انتفع بها الفلسطيني؟ لا البتة. لماذا؟ لأنني ذهبت إلى فلسطين ورأيت بأم عيني كيف يعيش الفلسطيني، وهل بحق وحقيقة ساندت الجزائر القضية الفلسطينية وساندت الدول العربية القضية الفلسطينية؟ لو ساندت العرب الدولة الفلسطينية منذ 40 سنة ماناش في هذا الدقدقة. لا ما نهضروش على فلسطين وما نهضروش باللي المروك استعرفت بإسرائيل. دونك سي كوا؟ كذبة كبرى نبتلعها كل صباح ونتجرعها كالدواء، وهو علقم مسموم. أزيدكم من الشعر بيتا. ترامب قال لهم أني قبل ما نروح، قبل ما نديميناجي، قبل ما نخلي الدار بيت وكوزينة الجو بايدن، لازم نريقلي لافير تاع إسرائيل. لازم نهرب بكل الركع جد باباهم، كما ركعت الأنبياس وقلت له كان ما تمدليش 400 مليار نجيب لك الفيديو وين انت تدون لوردر للكلاب تاعك هما يقطعوا في الخاشقجي، نعطيك فريسة للعالم ونخليك تندب وترشى في الحباس تاع السعودية اللي راهم يرشوا فيهم الأئمة والعلماء. أنبياس قال له بيان سور، واش ندير؟ قال له لازم الدول اللي راك حاكمهم تحت يدك أكل يستعرفوا بإسرائيل. قال له وي أبدأ. قال له هام الإمارات، زيد. قال له هام البحرين، زيد. قال له هام السودان. طيب بيان. بوتين عيط للمروك وقال لهم لازم تستعرفوا، ديروا معاهم المعالقات. مروك تيليجا قال لهم اوكي با بروبليم، بس انتم تستعرفوا باللي الصحراء تاعنا. قالوا شني؟ قالوا صحراء. قالوا شنو الصحراء؟ قالوا هذاك الطرف تاع الصابل هذاك. قال له بس سي ان بروبليم ريزولو. رجل لهم المشكل. ولو كانت بلدنا عندها الدبلوماسية لكانت مسمارا في القصعة لهذه القضية، لكن خرجوا الترسانة الإعلامية تاعنا باش يسبوا المغرب ويسموا ترامب. راني جايكم خاوتي. المغرب والجزائر وتونس يتعاملوا مع إسرائيل منذ مدة. روحوا المصدر هو راهي comtrade.org، يلقوا باللي 180 مليون دولار تبادل مغربي إسرائيلي، 41 مليون دولار تبادل تونسي الإسرائيلي، و9 ملايين دولار تبادل جزائري الإسرائيلي. هذا لابارتي فيزيبل دو لايسبرغ. كيف هذا لابارتي فيزيبل؟ كاين لابارتي انفيزيبل بيان سور. إسرائيل متواجدة في كل الدول العربية منذ أكثر من 20 سنة. هاو أي غر
كيفاه؟ أبا لي فرونسي متواجدين ولا متواجدين؟ لي زونغلي متواجدين ولا متواجدين؟ لي زاميريكان متواجدين ولا؟ أتظنون بأن لي فرونسي ولي زونغلي ولي زاميريكان عندما يعيطوا لهم إسرائيل في التليفون يقولوا يرحم والديك، اسكو نقدروا نبعثوا واحد ثم باش يدير لنا العلاقات ويريقلي لي بروبليم تاع الجاليه تاعنا في هذيك الدوله؟ برك في تونس كاين اليهود ولا ما كانش؟ كاين، يعطيكم الصحه. في الجزائر كاين اليهود ولا ما كانش؟ كاين، يعطيكم الصحه. في المغرب كاين اليهود ولا ما كانش؟ يعطيكم الصحه. أبا اون دوا لي بروتيجي. طيب هنالك شركات في هذه الدول، شركات تجاره، بيع وشراء، بزنس، لكنها في نفس الوقت تقوم بالنشاط الدبلوماسي العادي تحت غطاء السفارة الفرنسية أو الإنجليزية أو البريطانية أو الكندية أو الأمريكانية. لماذا؟ لأنهم حلفاء لإسرائيل. سيدي سياموا، سيدي فرير، خارجين من مش من كرش واحدة، خارجين من أمبريون واحد. دوك ما تجوش تهفوا فينا باللي رانا ما عندناش علاقات. المغرب عندها جالية كبيرة تاع اليهود، وهذه الجالية عاونت الاقتصاد المغربي، وكاين ان كونسيي تاع الملك يهودي، وهذو خاوتنا المغاربه راهم يتفرجوا فيه على بالهم. في كل المدن المغربيه كاين اليهود ولا ما كاينش؟ كاين. وهذا اليهود يسافروا ولا ما يسافروا؟ يسافروا، يروحوا لاسرائيل ولا ما يروحوا؟ ما يروحوش ديريكتومون من المغرب، بصح يروحوا لمارسي، ليو، باريس، افيك ان باسبور فرونسي، ومن بعد يروح لبلادو. على بالهم المغاربه ولا؟ بيان سور على بالهم. دونك شنو هذوك؟ ما الذي تغير؟ الذي تغير هو ان تولي الطيارات تروح ديريكت من كازابلانكا لتل أبيب، ومن العاصمة الجزائرية لتل أبيب، ومن تونس لتل أبيب، كما راهي تروح ذوكا من الإمارات لتل أبيب، ومن السودان لتل أبيب، ومن البحرين لتل أبيب. هل تغير شيء في القضية الفلسطينية؟ لا. دوك ليه راكم تشطحوا بلا محارم؟ وعلى راكم تديروا في اللي تويت وتندبوا وحنا مع القضية الفلسطينية؟ وش معاكم؟ وراكم مع القضية الفلسطينية؟ وش درتوا؟ من نهار حليتوا عينيكم وبكيتوا وعطاكم الطبيب بكف، والدولة تعطي فيكم بالكف ليومنا هذا، وتزرك فيكم ليومنا هذا، وانتم تكتبوا في الاورديناتور مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. والله ما على بالكم القدس كيفاش ماسية، ما على بالكمش الفلسطيني كيفاش ماسي، ما على بالكمش الحياة تاعهم كيفاش ماسية. وتلا راك تهدر باسكو انا على بالي. انا لا اخاف من الحقيقة، ولا اخاف من هذا النظام الخبيث الذي منعني من الذهاب الى القدس، ولا اخاف بل العن ائمة الزور والنفاق في الازهر الذين منعوا المسلمين من الذهاب الى القدس وقالوا بان التطبيع حرام. ولا اؤمن واكفر بالسديسي الذي قال بان التطبيع حرام، وساحاججه يوم القيامة. لماذا؟ لأنه كله نفاق. كان يجي الجناب ويضرب المشوي وإحنا كنا نتفرجوا ميتين بالشر، ويعيطونا بالواحد روحوا تاكلوا الفضلة. دونك سي دي كولوفر خوتي العرب ولي زمازيغ، سي دي غروس كولوفر راكم تفلعوا فيهم. القضية الفلسطينية لدى الحكومات العربية 0 تخذير، كما الفوتبول وكما الدين، عفيون الشعوب. شتو الائمه اللي يجيهم هذوك الخطبه من الفاكس من عند الامام ويولي يقرا الزناطم والبلاعم. واحد الامام خاوتي في بني فودا جاتو فاكس وما ريفيزاش، مال في ريفيزي، راح للدوش لقى الماء ما كانش السخون، استنى ساعتين، بعد كي جا الماء لحق للجمعه روطار ما ريفيزاش الخطبه، قرا الخطبه، قرا عليهم هكذا، ومن بعد قال لهم الزناطم والبلاعم. قالوا له وسي الإمام وشني الزناطم والبلاعم؟ قال لهم حيوانات مفترسة كانت في الأيام الغابرة، وهي وشن هي الزنا طم والبلاء عم، قلبها الزناطم والبلاعم. هذه الأئمة هم اللي قالوا لكم ما تروحوش للقدس. حرام أن يذهب المسلم إلى بيت المقدس، لكن حلال أن في هابي هنوكا في الإمارات اليوم احتفلوا بهابي هنوكا في الإمارات. حلال، بيان سور حلال.
وقلت لكم منذ سنتين أن الشجرة على نوال كريسمس سوف ترفع في السعودية وقد رفعت، وكنتم تقولون لي أيها الزنديق الكافر. هاي الإمارات ولا تستعرف بها النكا، ويديروا الحفلة تاع اليهود في الإمارات. دونك أيها الجزائريون الذين يتنرفزون تنرفزة لا تنرفز بعدها لأنكم محلول سريع الالتهاب، احنا كل محلولين، ما تخافوش. كان احنا نستعرفوا نديروا العلاقات مع إسرائيل. هاو ترامب اليوم دار تويتر، هاي Algeria, if you establish diplomatic relations with Israel we will recognize your sovereignty over couscous. يستعرف بالكسكس تاعنا. هيا زربوا مش بقادوم، هي جدك زربا. عيط ترامب قبل ما يطيروا بجد باباه وقول له استعرفنا بالبربوشة. نستعرفوا احنا نديروا علاقات مع إسرائيل، نديروا معهم ان بون ايريان سونس اسكال. سهله بقادوم باسكو ما عندناش طيارات، خي ما عندناش نطيروا. دافو برك دز بيه، هجبد بيه الحصيره، دير لو بتي بون على غوش على دروات وديه كونتر بي. ماذا استفادت الجزائر؟ لا شيء، بل خسرت موقعها الدبلوماسي، وأصبح الشعوب الآن ينظرون إلى الجزائر وكأنها فقاعة كبيرة انفجرت فسخت. ولات يقول لك بلي يخا لي زاميريكان تعرفوا بهذاك الصراع المهم، أقوى صراع عسكري مرتبط بتواجد المؤسسة العسكرية الجزائرية وتواجد 10 مليار دولار سنويا التي تذهب إلى جيوب الجنرالات. جوستيفي باركوا البوليزاريو. كاينين نحيلهم ترامب البوليزاريو واش قاعدت nothing، لا شيء. دوك خسرنا دبلوماسيا وخسرنا موقعنا الاستراتيجي في المنطقة. لماذا؟ لأن الجزائر أصبحت مغتصبة. بوتفليقة خيعطى لهم ليسباس ايريان فرنسا باش يروحوا يبومبارديو المالي، خيعطى الامريكان دي باز ميليتير متنقلة في الجنوب الجزائري، وشفتوا انتم لي زيماج وكل. وزيد نعطيكم من الشعر بيتا. مؤسس الجزائر الجديدة، البطل المفدى المقبور، القايد صالح، هاو كان قاعد والدرابو تاع إسرائيل فوق الطابلة في اللوطون. كانوا يدوروا مع اللوطون مع إسرائيل مناورات حربية بحرية لاستبداد الأمن في البحر الأبيض المتوسط. وعلاه ما ندبتوش ولا ما كتبتوش لتويتر والمقالات؟ نو سي جوست دي زونترينمون. مع من؟ وي افيك اسرائيل. اسرائيل البارتيسيبي برك تطبيعا ولا مش بصح موش بيع بركه. تري بيان. بعيدا عن القضية الفلسطينية والتطبيع المغربي الإسرائيلي، المواطن الجزائري لازم يثور على 6 تاع الصباح باش يشري الحليب. نروحو نخدمو ونشفتو على الحليب هنا كل صباح هنا هكا. برا محطوط واحد ما يديه. عندنا مشكل باغي نورمال نديو 4 شكار، ندي شكار انا عندي 4 اولاد. واش تكفي شكاره؟ ما تكفيش شكاره، تكفيش. مشكل والله غير مشكل. نهار بنهار يعطيك ساشيه النهار، دي اليوم تستنى غير باش تجي الاخر دوزيام ساشي هذا وتبكر ماهوش باش تلقاه. احنا وين على احنا مواطنين ولا احنا نسيروا في الاخر في شوفوا المسيرين اللي حاكمين في الحليب هذا المونوبول تاعهم ولا ما عليهم. انا مواطن نجي الحليب تاعي نجي الصباح، انا ماذا بيا يكون كل نهار وعلاه يجي الغش. الصباح 6 تاع الصباح نحوسوا باش نجيبوا الحليب وهذاك اكتشوف ما كان والو. هاو الحليب هاو قدامه ويقول لك هاو ما كانش. امشي رزيقه ايش هذا؟ كنت تقول لنا كل واحد نعطيو له بقره ونص. شكاير تاع الحليب ما كانش والله. اكلاتي الباركود ديروا في الدقله. هنا غلفتني
انا رحت لفلسطين خاوتي وسقسيت خاوتنا الفلسطينيين، قلت لهم كيفاش نقدروا نعاونوكم، اسكو نقدروا نجيب لكم الحليب، اسكو نقدروا نجيب لكم التبر بالكود بار. سي جامي. حليب حليب فيه حليب بقر. حليب بقر نعم. ما كانش الناس ينتظروا الحليب؟ لا هذا اليوم بيجي في المصانع. مصانع عاد في حليب كل يوم. احنا في الجزائر عندنا الناس ينتظروا الحليب. عندنا هون ما حدا بينزل حليب، حليب بيجي لباب الدار. يجي حتى الباب الدار. السلام عليكم خوتي. الحيط هذا راكم تشوفوا فيه على اليمين تاعنا هو الحيط اللي يدور بالمسجد الاقصى. لابارتي هذه اللي على اليسار تاعي هي القدس المحتله، والمسجد الاقصى اكل متواجد داخل هذا الجدار. احنا رايحين ندخلوا على هذه البوابه. البوابه هذه يعيطوا لها دمشق جيت، باب دمشق، ويعيطوا لها كذلك باب العمود. كاينين الجماعه الحنوشه مليح تاع ولاد عمنا، دونك ما ديروش السميره بالعقل خاوتي. دوك نسيو ندخلوا لعبوها كل ديزيام ميكريه، طيشوا الشمه يرحم والديكم. فلسطينيين خاوتي تحت الاحتلال الغاشم ما عندهم الحليب بيجيهم حتى للدار. وحنايا في 2020 مازلنا نثوروا على 6 تاع الصباح. لكن صبرا إخوتي في فلسطين، نحن الشعب الطماع الجراي وراء الشكرات تاع الحليب سوف ننصركم وسوف نحرركم قريبا بحول الله. متى؟ عندما يعود التبوني. من أين؟ من لزلمان. لماذا؟ لأنه ذهب إلى لزلمان ليداوي، لأن الفيروس الملعون تاع الكخنونة دخل في رئتيه المملوءتين بالقدرون، وملي رحمة ولا وحنا نستناو كي يولي ندزو لكم كاميو سيمي دبل سيمي رومورك تاع الحليب خاوتي. شفتوا؟ نعم، ذهبت إلى القدس وزرت إخوتي هناك ورأيت أنهم يعيشون في الاحتلال، لكنهم يشربوا الحليب ويخدموا ويبزنسوا ويسافروا. سيفري كاين الاحتلال وكاين الظلم، لكن هذا الظلم ما غيرت ولا دولة عربية، وحتى الجزائر ما غيروا. لو بويكوت اسكو عاون الفلسطينيين؟ ما عاونوش. دونك ألا تذهبي أختي الجزائرية لزيارة القدس، وألا تذهب أنت لزيارة القدس. أنت الخاسر مش إسرائيل، والفلسطيني الخاسر مش إسرائيل. لماذا؟ لأن الفلسطيني ما يشوفكش وما يبزنسش معاك، ما يحففلكش، ما يوكلكش، ما يبيعلكش الجو تاع الرمان، وانت ما تصليش في القدس. أولى القبلتين. خيت تموتوا على مكة. القدس كانت قبل مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لك لا تشدوا الرحال إلا لمسجد 3: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك لازم تشد الرحال، تبريباري المؤونة وتكون الدباب وفوق البعير وتروح وتمشي الشهر وتصلي في القدس، تشد الرحال. يجي المفتي تاع الأزهر، الكلب الذي أحل دماء الطلبة الجامعيين المصريين وقال باللي إنهم منتنين للسيسي اقتلهم، هو اللي قلنا ما تروحوش. هذاك تسمعوا له، والنبي الكريم عليه صلوات الله وسلامه ما تسمعولوش. وعلاه؟ باسكم منافقين، تخافوا من الكاسكيطة أكثر ما تخافوا من ربي، تخافوا من البروسي أكثر ما تخافوا من ربي، تخافوا من الجدارمي ومن الموطار أكثر ما تخافوا من ربي. لماذا؟ لأن ربي قال لك ما تقتلش الناس. كي تعود تكون وحدك في الطريق تمشي 140 باش تقتل الناس ما تخافش، بصح كي تشوف موطار تمشي 30 خاطرش تخاف منه، ما تخافش من ربي. دونك كيفاش نعاونوا الناس عايشين خير منا؟ كيف؟
التقيت بشباب فلسطيني يدرس في جامعات يهودية. تطبيع هذا ولا مش تطبيع؟ تروح تقول له ما تقراش. كاين الملايين من العائلات الفلسطينية تعيش تخدم في أراضيها التي أصبحت يهودية، ويدخلوا بلوتوريزاسيون ويخدموا. تقول له ما تخدمش، موت بالشر، روح دير هذا، ما تخدمش. خي قلنا لكم ديروا كراف تاع يومين، تقول لك وليتوا تقولوا لي روح تي وكلنا لا فامي. تتخمم على لا فامي تاعك، والفلسطيني ما تخممش على لا فامي تاعو. وعلاه؟ لأنكم منافقين، تخافوا من الكسكيطة أكثر ما تخافوا من ربي. الجزائر دات الزيرو في القضية هذه، ولو ديبارتمون ديتا أمريكان انفيزاج دو فوند دي درون دو كومبا أو ماروك. واش راح توليو ديروا؟ توليو تديو لنا 20 مليار أيها المؤسسة العسكرية باش تشريو لي درون، ما يبيعوا لكمش، باسكو لي زاميريكان يبيعوا غير لصحابهم برك، وانتوما ماكمش صحابهم. دونك ما سينيتوش مع هذوك ماكمش صحابهم. انتوما صحاب من حتى واحد، انتوما صحاب البترول فقط. الناس كل يكرهوكم لأنهم يعلمون بأنكم تمقتون شعبكم، والذين يتوددون إليكم لا يتوددون لكم، بل يتوددون للبترول والغاز دو شيست. وعندما جاء واحد وقال للشعب، قال لهم يا جماعة هذه الشركات العظمى العالمية جت تمرمدنا، دكيتوه في الحبس، اسمه رشيد نكاس. دونك الجزائر خسرت كل شيء، والمغرب ربحت ان كونترا دارممون مع الامريكان، ربحت ان لو جوندارم دو موند قال لها وي الصحراء تاعك، وربحت انها الا بروفي لي زافريكان وللدول العربيه المسلمه انتر كيمي باللي اني ركعت الجزائر دبلوماسيا. خي كانوا كي دي لي زيتازوني عندهم دروات فيتو ولا ما عندهمش؟ عندهم دروات. دونك غدوه سيليان فوت في اللوني، شكون اللي راح يربح، الجزائر ولا الامريكان؟ خير يربح الامريكان، خلاص. دونك يربح الامريكان يربحوا المروك. مي موقف المغرب من التطبيع لا يهمني. لماذا؟ لأن هذا الشعب المغربي هو الذي يرد. شو با ماروكان، سي فو لي ماروكان كي فو غادي، انتوما اللي تقروا. هذا لا يهمني، لكنني أتحدث بلسان شعبي. الشعب الجزائري المسكين لا يمكنه أن يعين الناس، لا البوليزاريو ولا الفلسطين، طونك ما عندناش الحليب، طونك ولادنا راهم يروحوا يقراو في الغرقة، طونك الشباب الجزائري راهو اليوم لو 11 ديسمبر 2020 يخطفوه باباك من الشارع ويديوه للحبس. هنالك فلسطينيون يديهم لا بوليس تاع الاحتلال للحبس، كاينين في 2020 كاينين، هم يديروا فيها الاستعمار في بلادنا. ما الفرق بين هذا وذاك؟ هذو مسلمين وهذوك كفار. أنتم منافقون، تخافون من الكسكيطة أكثر من خوفكم من ربي. ثم وش فراكم؟ شكون اللي فخركم؟ ياسر عرفات بونجر مع بيريز، تطبيعون هذا ولا مش تطبيع؟ أقروا خريطة الطريق ولا ما أقروا؟ ياسر عرفات كي كان يسافر وين يهبط في تل أبيب، هو إلى الدروة، وإحنا لا نابل الدروة. هو فلسطيني ونحن فلسطينيين، أنا فلسطينيان في قلبي حق ربي. لو لم أكن فلسطينيا القلب والدم لما زرتهم، تمرمت باش وصلت ثم. وعيطوا لي ديزان دالجيريان قالوا لي كيفاش رحت، وشرحت لهم كيفاش رحت، وراحوا هما ثاني، وقلت لهم كاينين دي زافيون شاك سومان يروحوا من لا تركي ويروحوا يزوروا يصليوا في القدس، يروحوا. وكاين دي زافيون شاك سومان من لندن يروحوا يصليوا ثم. نعم، لي زونغلي كي امبراسي الاسلام او كل ولاو مسلمين او كل، اول حاجه يديروها قبل العمره يروحوا للقدس حق ربي، لانهم لا يؤمنون بفتوى كلب الازهر. قضية التطبيع
حكامنا العرب خاوتي منذ الازل غرسوا في اذهاننا باللي زياره القدس وزياره خوتنا في فلسطين تطبيع مع الكيان الصهيوني، وهذا خطا. لماذا؟ لاهداف خبيثه، اولها اننا لا نزور اخواننا في فلسطين ولا نزور بيت المقدس. ثانيا ان يوهموننا باننا لسنا احرار، دونك يخليونا نحسوا باللي لو فيت دو فواياجي لازم اون اوتوريزاسيون، لو فيت دو فواياجي لازم نخاف اسكو في راح يديروا لي طامبو ولا ما يديروليش طامبو، لو فيت نو فواياج. وهذه حتى في السبعينات في الجزائر كنا لازم لنا اوتوريزاسيون دو فواياج، دونك قعدت لحد الساعه. كنت أعلم بأنكم سوف تقولوا لي وش ما رأيك في التطبيع. رددت عليكم منذ أكثر من سنتين، نوفمبر 2018 رديت عليكم. وين؟ في قبة الصخرة في بيت المقدس. وصلت ثم في الليل خاوتي بعد صلاة العشاء رحت مهرولا باش نصلي ركعتين، قالوا لي خلاص سكرنا. قلت له يرحم والديك والله غير هذا وين وصلت نصلي ركعتين برك من الموت من الحياة. قال لي منين جيت؟ قلت له من الجزائر. قال لهم حلوا له الباب واحد العساس. صليت وحدي خاوتي. عندما ربي يطرح لك البركة دير النية برك. والله غير أول صلاة صليت وحدي، فتحوا لي الجامع وحدي، وهاني قلت لكم هذا هو رأيي في التطبيع. روحوا زوروا خاوتكم، روحوا زوروا خاوتكم. الجزائر ما عاونتش فلسطينيين، عاونت محمود عباس وولاده، عاونت الجامعة العربية التي أفلست، التي يعيش أصحابها ليل نهار ليالي المجون في فنادق 5 نجوم بصوارتكم. ولو قامت الجامعة العربية بشيء لعلمناه. وش دارت الجامعة العربية منذ وجودها؟ nothing. صرفت الملايير الممليرة على دبلوماسيين شيوخ أمراض نفسيا، ولا أزيدكم من الشعر بيتا. عندما تتلاقى مع واحد صاحبك وتسلم عليه وتقول له كش ما تحتاجني هنا I will help you، صدقة هذه ولا مش صدقة؟ صدقة. طبعك معه تطبيع ولا مش تطبيع؟ تطبيع. تسمى راك معه نيشان ولا ماكش معه نيشان؟ نيشان. طيب. هذه المصافحة الشهيرة في أولى سني حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. الرئيس تاعكم أهود باراك حكم الويدو قال له if you need any help we are here to help. قال له yes we need your help. قال له we will help you. تطبيع هذا ولا مش تطبيع؟ تطبيع. دونك اللي راكم تدزوا بينا يا أصحاب التواتير ويا أصحاب المقالات الفارغة اللي راكم تدزوا بينا، أنتم مطبعون في رؤوسكم مع اليهود. أنت الشعب اللي راك تفرج فيا في قد دهرنا الآن 13202 دون شاك اورديناتور اللي راكم تتفرجوا في اللايف ودون شاك تليفون يا اون بياس مخدومه خدموها ولاد عمنا. انتل شركه يهوديه والبروسيسور في لي زورديناتور تاعكم يهودي. دونك اكوا بون اخدموا اورديناتور وسميوها اورديناتور اسلاميك. لا نتحي لكم وجو في بويكوتي بيت المقدس كما راكم تبويكوتيو فيه، لكن إلى ذلكم الحين وأعلم أن هذا اليوم بعيد جدا. سوف أزور إخوتنا في فلسطين، حب إمام الأزهر أو كره. وش فخركم وياسر عرفات يصور له درابو إسرائيليا؟ تطبيع ولا مش تطبيع؟ تطبيع. Il n'y a plus qu'à le signer. Vous voyez. ما جبت لكمش هذا الصور باش نجرح لكم الليغو تاعكم
وما جبت لكمش هذا الصور باش ندغدغ لكم المشاعر تاعكم وتوليو تفكروا تقولوا اسكو هذا الفتان عنده الحق ولا عندي الحق ولا ما عنديش. انا حابكم تريزونيو. جبت لكم هذا الصور التي ما تلقاوهاش في النشرة تاع الثامنة وما تلقاوهاش في الإعلام المنبطح اللي يكذب عليكم ليل نهار وحاب يقلبكم أبطال وانتم جيعانين ما عندكمش الشكاير تاع الحليب وولادكم يروحوا يقراوا ويجوا يقراوا في الغرقة. حابكم تستقلوا قبل ما تفكروا في استقلال غيركم. لماذا؟ لأن الأقربون أولى بالمعروف. عاون ولادك، عاون جارك، عاون بلادك تستقيم. وبعد فكر في فلسطين وفكر في البوليزاريو وفكر في المغرب وفكر في المالي وفكر في تونس. هذه الفكرة التي أريد أن أزرعها في صدوركم وأريد أن أزرعها في قلوبكم. يجب على الحراك أن ينتصر لتنتصر الجزائر وتولي عندها دبلوماسية ويولوا عندها رجال درقاز مش سرارقة ومش كلاب ومش منافقين. نولوا نهضروا مع ترامب ونهضروا مع ولد ترامب ونهضروا مع بيدن ونولوا نهضروا مع كل الدبلوماسيين. دولة حرة لدولة حرة وإرادة شعب ضد إرادة شعب. والحقيقة ما تقدرش تغطيها كما تغطي الشمس بالغربال. الحقيقة الآن هو أن إسرائيل أقوى منكم جميعا أيها العرب. على بالي بلي أنكم تكرهون هذا الكلام. إسرائيل أقوى منكم جميعا. ضرب قد جد باباكم في 6 أيام وقلبتوا الخسارة تاعكم خاصة في التاريخ المصري خسارة يندى لها الجبين قلبها فوز عظيم. الخشخاش اليهودي خير من الخشخاش تاعكم. لماذا؟ لأن الخشخاش العربي مهضوم الحقوق. أعطيوا له الحرية، أعطيوا للفكر العربي وللفكر الأمازيغي الحرية باش ينجز لي درون باش يدير لي ستارت اب. vous allez voir que الشعوب سوف تتحرر عندما تحررون أنفسكم. لكن ما دمتم عبيدا تنتظرون شكاير تاع الحريب لا يمكنكم أن تحرروا الذبان اللي قاعد يحوم بمؤخرة الدواب حاشاكم. لا يمكن الحديث عن شغور مرسل رئيس الجمهورية لسبب بسيط، وأن الذي من صلاحيته أن يقوم ذلك هو المجلس السوري، والمجلس السوري وحده دون غيره. فالشغور الأولي أو الشغور النسبي أو الشغور الجزئي يتثبت منه المجلس السوري عن طريق بكل وسائل القانون المتاحة. هكذا تقول المادة 102 من الدستور. ويكون ذلك باستحالة بأن يستحيل على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير، مرض عضال ومزمن، يعني مدة طويلة. هذه المدة لم يحددها الدستور لا ب 45 يوم ولا بأقل ولا بأكثر، لكن هذا في المرحلة الأولى. هناك مراحل على كل حال. مرحلة 45 يوم لما يتولى تسييرها أو تسيير الشؤون في خلالها رئيس مجلس الأمة بالنيابة، ثم بعد ذلك إذا استمرت استحالة رئيس الجمهورية لممارسة مهامه، فهنا يتدخل المجلس السوري مرة أخرى بالتنسيق مع البرلمان. عام باء أليف باء تاء. فهمتوا حاجة؟ أنا فهمت والو. هذا كما قال كوليش le genre de personne qui à la fin de sa réponse tu ne comprends pas ta propre question. وش حاب يقولنا؟ حاب يقولنا باللي ما كانش هنالك شغور حتى وإن غاب الرئيس شهور. لماذا؟ لأن ما عنده مدخلكم. أنت لا تزن مثقال ذرة من خردل أيها الشعب المخردل. يروح يجي ما يجيش ما عنده مدخلك. المجلس الدستوري هو اللي ديسيدي، والمجلس الدستوري شكون اللي دارو؟ الرئيس وصحابه. والرئيس وصحابه شكون اللي دارهم؟ كاسكيطه. دونك تو لا ديرنيير رو تاع لا شاريت.
ما تقدرش تجي ديبانينا وتقول لنا قدموا شويه دوك نديبانيكم، ما تقدرش وانت ما عندكش في الكومباس. لازم يكون عندك الكومباس باش تنفخ لنا الروندا المفشوشه. ايها الشعب المفشوش، انت السلك ثبت، ها ثبت السلك ثابت مره ثابت دقيقه. ايوه شغال دقيقه ما يحد يا ولد. رايوس لا قدم قدم روح بس لا ما يحد. رايوس ايه رايوس سرعه. الجزائر رايحه للحيط وما يقولوا لنا دوك نكونفليوكم الروندا. خاوتي لا يمكنهم ان يكونفليو لنا الروندا، يقدروا يكونفليو لنا عينينا بالضرب برك. لماذا؟ لان في 11 ديسمبر 2020 هكذا كانت العاصمه الجزائريه اليوم. الاحتلال الإسرائيلي الغاشم يخرج كل جمعة بسيارات مجددة بالأسلحة. لماذا؟ On sait jamais كش ما يصرى عندما يخرج الشاب الفلسطيني من صلاة الجمعة. وفي الجزائر العاصمة اليوم سيارات عسكرية بوليسية جدرمية مدججة برجال أقوياء دي سوفاج يموتوا على دم المواطن الجزائري وينفخن عيننا. لماذا؟ باسكو سي جامي وش يدير الشاب الجزائري عندما يخرج بعد صلاة الجمعة. وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. فرحلوا فرحلوا فرحلوا. عندما لا يستمع إليك النظام الخبيث يجب عليك أن تسمعه، لأن هذا النظام لن يسمعك أبدا. ولو سمعك هذا النظام لأتى لك بالحليب وبالسميد وباللحم الغير المخشوش، لكن أذناه مبوشيتان. يجيب لك غير الزطلة والفارنة والجازوز الحلو، ويجيب لك العاهرات المتبرجات الفاسقات الكاذبات يتحدثن لك عن الثقافة والأدب والرأي. يجيب لك ناس يكذبوا عليك ويقولوا لك باللي الجزائر عندها مؤسسات، وغاب الرئيس أو حضر لا يغير شيئا في قوة البلاد. يجيب لك ناس يكذبوا عليك ويقولوا لك باللي الجزائر قوة إقليمية واللي يدخل في الديزويت تحشو رجليه. يجب عليهم أن يرحلوا وإلا فسترحل الجزائر. نعم، سيكسرونها ويدمرونها ويمزقونها إربا إربا. لماذا؟ لأن الأمريكان قدمت والإنجليز قدموا وفرنسا قدمت وداروا دي باز ميليتير في النيجر وفي المالي وفي الساحل بارتو، وشافوا باللي الجزائر دوكا ما دير والو عندما تستعرف باللي الصحراء تاع المروك ما دير والو. لماذا؟ لأنها ما قادرة دير والو، مش قادرة دير رئيس لشعبها، مش قادرة باش دير سبيطار للرئيس تاعها، مش قادرة باش تهدر رئيسها. وغدا لو 12 ديسمبر لا دات ليميت تاع لا سيناتور تاع لا كونستيتيسيون، ولم يحضر الرئيس. غدوة يجي لنا واحد كذاب يقول لنا باللي نو هنالك قراءة أخرى للمادة الدستورية مفادها أن الرئيس عندما يكون مريضا، مش مرض مزمن رايح في الزمن آلاف السنين، مريض شوية، مريض لا بأس، ما يقدرش يجي سيني باسكو يهز ستيلو، ممكن ستيلو يحط فيه هذاك الداء تاع الكورونا ومن بعد يعدي الناس. هما طبا قالوا له لازم تريح في البيرو تاعك
ما عندكش الكورونا، ريح في البيرو برك 5 ايام حتى باسكو كاينين ناس يخدموا معاك عندهم الكورونا، ومن بعد ديوه لعين النعجه وقولوا لنا عنده الكورونا، ومن بعد قالوا لنا نو عين النعجه ما تكفيش لازم نديوها لي زالمان. كذبة وراء كذبة وراء كذبة تلو الأخرى عشناها مع بوتفليقة ونعيشها في الموسم الثاني مع تبون، ونحن ننتظر أن يأتي البوليسي باش يهز جد بابانا كما هز خوتنا اليوم وهز خونا سعدان من جيجل، واليوم على بالناش وراه. نعم يمكننا أن نصنع المستحيل، وأن تكون لنا دبلوماسية قوية، وأن نحرك الجبال، وأن يسمعنا الداني والقاسي، وأن نكون إن لوكوموتيف بور لافريك. لكن عندما نختار من يحكمنا مش الكاسكيطة اللي تخير في بلاصتنا. وصلنا ل 225,000 يورو 990 يورو بفضل الله وبفضل كرمكم. خونا عبد الله ريحوا ما تروحوش، ومازال عندي واحد الهضره نهضرها ورا هاد لافير، غير ريحوا خاوتي. عبد الله عطانا 50 وامين 30 وعبد الناصر 150 ورضوان 30 وخير الدين 35 ومحمد 20 واجره 10 وسليم 15 ويوسف محمود 23 ويوسف 15 ولاميا 20 ووليد محمد 20 وانيس 10. في البنكه مونيكا بعثت لنا 80 اورو، مسعود 100 اورو. بارك الله لكم في أموالكم وجزاكم الله خيرا، وبنى لكم بيوتا في الجنة، وشفى لكم مرضاكم، ورحم لكم موتاكم، وسدد خطاكم، وفتح لكم أبواب النصر والتوفيق والبركة. أنا نديروا في الكليماتيزور برا وداخل في كل مكان لكي نحمي أولادنا من سخانة الصيف، ونعطيهم شوية برودة وابتسامة وراحة هنية في أيام الصيف، ونزيدوا نديروا لهم بتيت بيسين الفوق في لاصال دو جو إن شاء الله، لكن ذلك أمر آخر. خوتنا في بني ورتيلان خرجوا اليوم، سمعوا لهم خوتي. لماذا خرج هؤلاء الشباب؟ كانوا يغادروا يتفرجوا الشامبيونا في الدار ويأكلوا بربوشة بالخرشف وشوية البن، لكنهم خرجوا بصدور عارية، لأنهم يؤمنون بأن هذا النظام لا فرق بينه وبين نظام غاشم يحرم الفلسطينيين من حريتهم، لا فرق بينه وبين نظام يخطف الفلسطينيين في الليل ويطيشهم في غيابات السجون، لأن هذا النظام اخطف 20,000 شاب جزائري اليوم أمهاتهم متنا دون أن يعلمن الحقيقة. لا فرق بين هذا النظام والنظام الإسرائيلي الذي يمنع الفلسطينيين من دخول أراضيهم. يقول لهم سي انتردي فو نبوفي با رونتري، لا حبيتوا تدخلوا اكتبوا لنا لوتوريزاسيون وعلاه ليكسكوز وعلاه تحبوا تدخلوا للفلسطين. يقول لهم موني دي بالستينيين نو يفو اون اوتوريزاسيون. وهم خوتنا الجزائريين بعثوا لكم بهذه الرسالة، رسالة أرسلوها للدبلوماسية الجزائرية وعلى رأسها بقادوم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزائري مقيم وعالق بدولة الكويت، نريد العودة إلى وطننا وإلى بلدنا وإلى أهلنا، وهذا فقط بكوننا نحمل جواز سفر جزائري، ولا نريد أي رخصة. الزول في اللون تخيلون أمور تسمرسن أين يلان ديت من داوثنون
أزرف نكشون تفغان إزديرين سومثا أمسين جينو إذا سير جينو ثاني مرث. أنا ندخل بحق الدستوري الجزائر، ما ندخلش إجلاء. نوكلوا عليكم ربي تسلكوها واحد واحد. سيد وزير الخارجية، نشكروك على التصريح اللي عملته مع سمير شعبنا، بوركت بارك الله فيك. المشكلة ماهيش في انك تفرق ما بين جزائري وجزائري، الحمد لله رانا كلنا عالقين برا والمطلب تاعنا واحد هو الدخول الى الوطن. المشكلة هي انه اجنبيين لم يدخلوا وحنا الجزائريين لا. احنا طالبين من المسؤولين اللي انتخبنا عليهم يخليونا يعطيونا حقنا ونرجعونا لبلادنا عند اهلنا وولادنا. الله غالب تحتمت علينا نخدموا برا البلاد وطالما ما نخرجوش منها خلاص، وهذا حقنا. إلى متى نقعد عايشين هذه المهزلة؟ عنا الحق بالدخول إلى بلدنا، عنا الحق باش نشوفوا أولادنا أهلنا. رخصتي هي جواز سفري. نطالب السلطات الجزائرية بفتح الحدود والتنقل بكل حرية إلى كل الجزائريين العالقين والمقيمين في الخارج، وهذا حق من حقوقنا الدستورية. أنا جزائري وهذه رخصتي. رغم كل الممارسات الرديئة في الجزائر القديمة، لكن أنا شخصيا لم أشعر بالإهانة بالقدر اللي أشعر به اليوم في الجزائر الجديدة. نعم. إلى متى تستمر معاناة عالقي الكويت؟ إلى متى يستمر تفرق أسرهم وتشتت شملهم؟ أهذه الجزائر الجديدة التي وعدنا بها؟ جواز سفري هو رخصة. نحن جزائريين مقيمين في الكويت ونحاولوا نرجعوا لبلادنا، ندخلوا ونخرجوا كما كنا معرفين، ندخلوا ونخرجوا بالجواز السفر تاعنا. حللنا الجزائر بان نروحوا لدارنا. عندي الوالدة توفات منذ أكثر من شهرين، ما قدرش نعزي أهلي ولا نحضر الجنازة. مسؤولين جزائريين اخترعوا لنا رخص للدخول، ناس واحد اخرين قاعدين يبزنزوا فيها. أنخل هذه المسؤولين لعنة الله على الراشي والمرتشي. حبينا نعرفوا حاجة واحدة عليها لي فرونتير مازالوا مغلوطين على الجزائريين. أعطونا سبب مقنع على جال كورونا. لا كاينة حاجة واحدة أخرى قولوا لنا عليها، باسكو هنا وين نبانو مع الدول اللي عندها الكورونا. قلتوا الرخصة، هذيك الرخصة. للأسف نحن في زمن ردع صار فيه الجزائر يتحايل بشتى السبل للعودة إلى أرض الوطن. نطالب بفتح الحدود في أقرب الآجال، الناس راهي تعاني، حسبنا الله ونعم الوكيل. لو قلت لكم خاوتي نحينا كلمة جزائر من هذا الفيديو من لسان هؤلاء الشباب العمال المهندسين مخاخ جزائريين ماتوا بويانهم وماتهم ما قدروش يدرجوا الجزائر، قالوا لهم ديروا رخصة، طلبوا الرخصة، قالوا لهم ما كانش الرخصة، دوك يدزوا بهم كما راهم يدزوا بينا. كان حين الجزائر ودرنا فلسطين، تعقب ولا ما تعقبش؟ تعقب. هل كنتم تظنون أنه سوف يأتي اليوم من الجزائري يولي يدعو ربي باش يدخل لبلاده بجواز سفره الجزائري؟ إذن هذا الجواز الذي لا يسمح لنا بدخول أي بلد أصبح الآن لا يسمح لنا بدخول الجزائر. التقيت بالعديد من الفلسطينيين عبر العالم، وكل فلسطيني قلت له أني زرت القدس ترغرغ عينيه ويثور يبكي، يقول لي أنا لا أستطيع. نقول له لا، يقول لي أنا زدت في لبنان، أنا فلسطيني لكنني زدت في لبنان، أنا فلسطيني لكن ما عنديش جواز ما نقدرش ندخل. ما الفرق بيننا وبين هؤلاء؟ ختامها أختي الجزائرية أخي الجزائري عبر العالم، روحوا زوروا خوتكم في فلسطين وتشوفوا الحب الذي يكنونه للجزائريين، وتشوفوا باللي القضية الفلسطينية مازال ما دافع عليها ولا واحد، وتشوفوا باللي الشعب الفلسطيني مسكين مازال يئن، وتشوفوا باللي الشعب الجزائري المسكين مازال يئن، ولازم منا حراك باش نسترجعوا الحرية تاعنا والاستقلال تاعنا. والله خاوتي حبيت نقول لكم باللي واحد ما يفكم
يحب يجي يزور خاوته الفلسطينيين، يحب يجي يزور بيت المقدس، مرحبا به. اقل من 300 اورو الناس اللي عايشين في اوروبا. دونك خاوتي الجزائريين اللي عندهم جوازات سفر اوروبيه، بريطانيه، سويسريه، امريكانيه، كنديه، مرحبا بكم في بيت المقدس. روحوا لنا زوروا خاوتكم. كان كل جزائري يجي لهنا يصرف 200 ولا 300 اورو. انا حففت عند فلسطيني، كليت عند فلسطيني، شربت عند فلسطيني. دونك ضخوا هذه الاموال في الاقتصاد الفلسطيني. انا نظن باللي هذه احسن بكثير من سياسه التطبيع التي تخيفنا منذ الازل ولا تغني ولا تسمن من جوع. روحوا صوروا معايا. اروحي